مفيش احلى من الحاجات الحلوه طبعا في رمضان، ورمضان على الابواب، ولازم كل يوم تعملي حاجه جديده، او كل يوم ويوم تنوعي للاولاد ولاسرتك، علشان بعد الفطار بنحب الحاجات الحلوه دي بعد القيام. مفيش احلى من الحاجات الحلوه. معانا النهارده بقى وصفه حلوه جدا، عايزاك تصلي بينا على النبي كده. ويلا هنعمل صينيه الكنافه بالجلاش، صينيه تحفه جدا وتحليه حلوه جدا ومختلفه. هتعملي جلاش وكنافه في نفس الصينيه. معايا ربع كيلو من الكنافه، ما بحتاجش اكتر من كده يعني، كمان مش تحتاجي نص كيلو، لا ربع كيلو. ومعايا لفه من الجلاش، والمكسرات اللي تحبيها بقى، سوداني، جوز هند، مكسرات اللي انت تحبيه. ومعايا الشربات او السيرب. ومعايا كوبايه الا ربع من السمن البلدي، وتقدري تستخدمي اي نوع سمن انت تفضلي. هحط كده معلقه من السمن على المكسرات بتاعتي، علشان لما اجي احطها في الصينيه بتاعتي ما تقعش منها، هتخليها زي المنديه كده. هقلبها بقى كويس معاها كده بحيث تبقى شبه الرمل المندي. وهجيب الكنافه بتاعتي وابتدي اقطعها قطع صغيره كده بالمقص، زي ما هتشوفي معايا. كنافة بالجلاش تحلية حلوة ومختلفة، وبتبقى مختلفة في الطعم، بتبقى حلوة جدا، وبرضو يبقى تنوع معاكي. وبالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. هجيب بقى صينية مقاس 26، وابتدي ادهنها كده بالسمن. وطبعا كل ما استخدمتي نوع السمن يبقى حلو، هيديكي طعم مميز للصينية بتاعتك. اهو كده هنزل بقى بنص الكمية كده على الكنافة بتاعتي، وابتدي اقلبها كويس جدا واشبعها بالسمن بتاعي. وطبعا ما يفضلش استخدام زبدة علشان ما تتحرقش منك، يا سمن بلدي يا سمن نباتي، الحاجة اللي انت بقى ايه تفضليها والمتاحة بالنسبة لك. انا كل اللي هستخدمه ربع كيلو من الكنافة، حطيته كده اهو. زي ما بقولك انا يا دوبك استخدمت نص الكمية، انا كان معايا نص كيلو عذرا، واستخدمت ربع الكمية منها، او زي ما انت شايفة معايا كده. وضغطتها كويس جدا في الصينية، وهبتدي بقى انزل بالمكسرات بتاعتي اللي انا حطيت عليها معلقة من السمن اهو بالشكل ده كده. واضغطها بقى كويس، ضغط مهم جدا على الكنافة او على المكسرات بتاعتك بالشكل اللي انت شايفه معايا ده. طريقه سهله جدا وما بتاخدش منك وقت، وبتطلع شكلها وطعمها مختلف. تابعي قناتي هتلاقي احلى الوصفات معايا، وصفات حلوه جدا. هبتدي بقى اجيب الجلاش بتاعي، وابتدي احطه بقى كده وادهن ما بين كل رق ورق او ما بين كل ورقه وورقه ادهن بالسمن بتاعي، واقطعه كده على قد الصينيه بتاعتي زي ما انت شايفه معايا بالشكل اللي انت شايفاه معايا. واي جزء متقطع هحطه في النص، مفيش مشكله خالص. اللي انا بقطعه مش هنرميه طبعا، لا هنحطه في النص ومفيش ادنى مشكله خالص. كده كنت حطيت اللفه بتاعه الجلاش كلها فوق، ومش هتاخدي النص، لا حطي اللفه كلها علشان تديكي سمك وتخانه ليها. وقطعتها بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده، وعلى درجه حراره عاليه 200، مش هتاخد معاكي اكتر من تلت ساعه. كده كانت في مرحله التسويه بتاعتها زي ما انت شايفه معايا. ما شاء الله نتيجتها حلوه جدا، وبتطلع طعمها حلو جدا. كنافه مع جلاش، وتبقي جمعتي الكنافه والجلاش مع بعض في صينيه واحده. او زي ما انت شايفه معايا شكلها تحفه جدا. وكمان كنت عامله بقى صينيه تانية معاها بس قطعتها مربعات، هي نفس خدت الجزء التاني من الكنافه وعملت بيه صينيه كمان بالشكل اللي انت شايفه معايا ده كده. هبتدي بقى الشربات بتاعي اللي انا كنت عاملاه، كان كوبايتين من السكر، لان ما ظهرتش في الفيديو الجزئيه دي. كان كوبايتين من السكر لكوبايتين من الميه، وعصره ليمون، او تحطي معلقه من سكر الجلوكوز المتوفر عندك بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده.
ما شاء الله كانت نتيجتها حلوه جدا وماسكه نفسها كويس ومفيش. وده الجزء ده ما فصلش عن الجزء ده، لان انت ضاغطه الكنافه كويس جدا وما حطيتش الجلاش برضو تضغطي كويس جدا عشان يطلعوا متماسكين بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. الكنافه بالجلاش وصفه حلوه جدا وهتنفعك في رمضان، وعلى سفرتك هتبقى تحليه حلوه جدا. لو عجبتك الوصفه بتاعتي ولو عجبتك التحليه بتاعتي اشترك في القناه وفعلي زر الجرس. وعايزه اقول لك كمان ان انا عندي قناه مطبخ روشه، تقدري احط لك اللينك بتاعها، تقدري تدخليها، عليها فيديوهات كتير جدا هتنفعك في رمضان وفي عزومات رمضان وفي تحليات كمان كتير. كانت معاكي